طلاب ثالثه ثانوي العساسين عام وازهر يجمعوا هنا. نبدا بطلبه الازهر، ركزوا معايا، ليكوا ملفات مهمه جدا على المنصه. الملف الاولاني فيه اسئله السنين اللي فاتت على كل فصل، مش كده وبس، ده كمان بالاجابات بتاعتها. يعني وانت بتراجع كل فصل تبدا تفتح الملف ده وتشوف اسئله السنين اللي فاتت كانت عامله ازاي على الفصل ده، وتبدا طبعا تشوف الاجابات تقارنها بالاجابات بتاعتك، كده مالكش حجه اهو. في ملف كمان في بقى كل الرسومات بتاعه المنهج، سواء كانت احياء او جيولوجيا، الرسومات المطلوبه رسم كاتبه لك عليها، واللي مطلوبه منك ان انت تتعرف عليها كاتبه برضك اتعرف عليها. وفي بعض الرسومات اجتهاد مني، يعني وجهه نظر المتواضعه. ليه بقى؟ لان في سنه من السنين قال للطالب بتاع الازهر ارسم الاغشيه الجانبيه، وهي طبعا كانت تتعرف ما كانتش ارسم، فبالتالي احنا مش هنسيب حاجه للاحتمالات. فمسكت الكتاب وقعدت اشوف الرسومات اللي هي سهله ومن السهل ان انت ترسمها ومش هتاخد منك وقت كبير، فانا قلت ان دي هتكون رسم عليك. وطبعا وانا براجع كل فصل بنوه برضك على الرسومات، زي ما انتم عارفين الطلبه الموجوده معايا على المنصه عارفه الكلام ده. بظبط برضك للازهر الحاجات دي، بقول لهم الرسومات انهي اللي بتيجي رسم، انهي اللي بتيجي تعرف. طيب رسمها، طريقه رسمها، عشان لو في رسمه صعبه كده ولا كده هبقى اعمل لك فيديو بكل الرسومات بتاعه المنهج، بس عشان وانت ماشي ما تتعطلش، لا تبقى عارف مين الرسومات اللي هي مقرره رسم ومين اللي هي مقرره اتعرف. ده كده لطلبه الازهر. طلبه العام والازهر بقى، بالنسبه للكتاب بتاعنا بتاع التمارين، كل الاسئله هيبقى ليها ملف موجود على المنصه الاجابات بتاعته، علشان وانت بتحل تبقى انت عارف الاجابات بتاعتك غلط ولا صح، علشان لما انزل لك الفيديو تبقى انت عارف الاسئله اللي هي عندك غلط بالفعل، وتبدا تشوف الكلام ده من الفيديوهات. يا رب بس اكون نبهت واكدت على الكلام ده، لان الكلام ده مهم جدا، لان لما بقوله في الجروب الدنيا بتضيع، ويجي طالب تاني يقول اصل انا ما شفتش الكلام ده، اصل انا مش بفتح تليجرام. فانا كده وضحت لكم الامر. دمتم سالمين وموفقين واقرب الى الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.